جوزي دخل عليا وقال لي خدي اعملي لي دول. قلت له اعملهم لك ازاي يعني؟ قال لي اتصرفي. انا اتخانقت مع الجزار مرضاش ان هو يكسرهم لي ويطلع لي المخ اللي انا بحبه. قلت له طب انا هعملهم لك ازاي؟ ده انت جايبهم لي بالمنظر ده وانا حد قال لك ان انا كنت شغاله في السلخانه قبل كده؟ قال لي اتصرفي، مش انتي سوبر ماما وعامله لنا بها فيها يوتيوبر؟ اتصرفي. قلت له طيب بالعند فيك هتصرف، ومش كل سنه انا بتصرف، هتصرف السنه دي كمان. انا بقول يا مثبت العقل والدين هتصرف، سوبر ماما لازم تتصرف. وهنا بقول 5 عليا الله اكبر على كل المتابعين الحلوين اللي هيشوفوا الفيديو ده للاخر ويعملوا لايك وشير ويتابعوني على الفيسبوك واليوتيوب. الست الجدعه لازم تتصرف. عايزه اقول لكم ان انا ست قرفه جدا، بس اتصرفت. جبت بقى السكينه وعملت فيها بقى جزاره بقى، وابتديت اسلخ بقى ايه الراس زي ما انتم شايفين. سالخ لي راس وراس، لا اسكت ابدا، ما انا ايه سوبر ماما 5 عليا على كل المتابعين. هنا بقى ابتديت اسلخها كده بالمنظر ده. في ناس بتشيطها بس هتبقى ريحتها مش لطيفه في الطبخ طبعا، او على حسب ما انت هتشويها بقى هتعمليها زي ما انت عايزه. لا اسلخيها احسن، بتشيل الجلد خالص والفرو بتاعه بالمنظر ده. اهم حاجه ان السكينه بتاعتك تبقى حاميه. طبعا اغلبيه الستات السكينه بتاعتها ما بتبقاش حاميه. مسكت سكينتين في بعض وسنتهم في بعض زي الجزار واشتغلت. وهنا بقى ابتديت اشيل زي ما انتم شايفين الجلد بتاعها من كل حته، من المراخير ومن الودان ومن كل حاجه، من عند البق، واي حته ما تعجبكيش يا ست الكل شيليها على طول. وهنا بقى انا عرفت اعملها ليه، علشان انا مامتي كانت بتذبح في العيد مع حمايه وعمي في نفس الوقت، وبرضو خلاني كلهم جزارين، واهلي يعتبر كلهم جزارين، بس يعني دول الناس الكبيره. وزي ما انتم شايفين هتشيلوا كل حاجه موجوده معاك وتقدري تسلخيها او تشيطيها، بس طبعا السلخ احسن انك بتشيل الجلد. شايفين كميه الجلد وبطريقه سهله جدا والله ما خدت معايا وقت. اهم حاجه السكينه بتاعتك تبقى حاميه. بيسلخوا الخروف كده زي ما انتم شايفين، بيشيلوا الجلد او اي حاجه مذبوحه طبعا من البقر او بهايم او اي حاجه من يعني ذبيحه. هنا بقى انا ابتديت انضف فيهم وافتح بقهم واطلع اي حاجه بقى موجوده مش نضيفه، شعر اي حاجه هتنضفيها كويس. هي ما شاء الله كانت كلها لحم، وخساره الراجل قال له مش عايزها ارميها، بس هو بيحب المخ اللي فيها. هنا انا نضفت الاتنين، جاب لي زي ما انتوا كنتوا شايفين واحده وواحده، لا مسكت الاتنين وظبطت التانيه كمان كان فيها شعر كتير، وابتديت شطفتهم كويس طبعا ونقعتهم في خل وليمون، وبعد كده سلقتهم. اول سلقه ليا دي زي ما انتم شايفين هتطلع بقى الريم بتاعها كله، وطبعا عشان لو فيها ريحه لقطه من الجلد مش كويسه على النار غلوه والتانيه، ورحت كبه الميه بتاعتها ونضفتها. وهنا العين كانت اتفقعت وطلعت، مش مشكله خالص العين، المهم اللي انا عملت له اللي كان نفسه فيه. وحطيت ميه تانية على النار وشطفتها كويس تاني تحت الحنفيه الرصان، وحطيت ميه على النار ونزلت بقى تاني بالرصان بتاعتي، وحطيت بقى البهارات كلها ومعلقه توم وبصلايه وكل الموجود عندك، فلفل اسمر، كمون، حطي بقى كزبره اللي انت بتحبيه. وهنا بقى مرقه ورق لوري وحبهان وسبتها بقى تغلي وتستوي. هنا بقى كانت الشوربه بتاعتها ممتازه وريحتها تجنن، قلبت البيت كله لانها فعلا نضفتها بطريقه حلوه قوي وغسلتها كويس. هنا نزلت بقى معلقتين توم حلوين كبار ومعلقتين سمنه، شوحتهم زي ما انتم شايفين، وهبتدي بقى انزل بيهم. هنا شايفين ما شاء الله المخ بدأ بقى الراس فتحت معايا والمخ بانت. كنت سويتهم كويس وما خدتش سوا ياما قوي عشان يعتبر لحمه ضاني ما بتاخدش سوا. قلبت على الجنب ده والجنب ده الرصان زي ما انتم شايفين كده لحمه الراس بقى، ونزلت بالملح برضك زياده. طبعا كنت حاطه ملح في الشوربه بس رشيت عليها برضك من فوق، والفلفل الاسمر بتاعي، ولو حابه كزبره والتوابل اللي عندك ان انت بتحبيها توابل اللحمه ممكن ترشيها. وحطيت لهم معلقتين شوربه بس علشان التوم يبقى كده ايه اخد واشرب بيه الرصان دي. طبعا هتساليني لو انت ما كسرتهاش ليه من الاول، هقولك ان اصلا ايديا ما فيهاش حيل، ايديا وجعيني، وعلشان اصلا ما عنديش الحاجه اللي انا اقدر اكسرها بيها جامد. بس بالشكل ده كانت سهله عليا ان تتكسر بكل سهوله. لو ضربتها بسكينتين ولا بسكينه جامده شويه او فتحت البق 2 كده هتتفتح معاكي، او الناس اللي ما بتقدرش طبعا بسكينه جامده شويه هيطلع معاكي المخ. وكانت يعني معايا واحده اتفتحت كانت مفتوحه من الجنب والمخ كان باين. المخ بجد كان طعمه حلو قوي، واللحمه ذات نفسها كانت حلوه. انا قرافه بس انا دقتها برضك على نفسي، وعايزه اقول لك برغيف عيش كده او بقى بفته، او شوفي انت هتعملي ايه اللي موجود عندك عليها.
كنت عامله فته وملوخيه، ويا ستي حتى لو عملتيها كده برغيف عيش بالثوم الحلو ده هتاكلي بقى اللي انت عايزه تاكليه، واللي مش عايزه تاكليه ما تاكلهوش. انا عن نفسي اخدت حتتين من اللحمه اللي باينه دي وخلاص على كده يعني. طبعا هتدخلوا الميه في البق وفي المراخير وهتنضفوها كويس علشان الناس اللي بتقرف. انا عن نفسي كلت اللي قدام منكم ده وما حطيتش ايدي في تاني الصراحه، ما قدرتش. بالهنا والشفا، اوعوا تنسوني بالمتابعه واللايك والشير يا اجدع ناس في الدنيا.